أول رئيس وزراء لإسرائيل، عارف في أشهر خطاباته قال إيه؟ اسمع كده: إن قوتنا ليست بامتلاكنا للسلاح النووي، بل قوتنا في تدمير 3 دول كبرى حولنا، وهم بالترتيب العراق، سوريا، مصر. يا سلام! بقى أنت لسه محتل الأرض ومشحطط أهلها وجاي تقول كده إن أنت هتدمر أكبر 3 دول في الوطن العربي؟ أكيد طبعا مش هتقدر، مش هنقدر نعمل كده. قال لأ هقدر. طب إزاي هتقدر؟ بسيطة، بتقسيمهم إلى دويلات متحاربة متناحرة بينهم. إزاي هنقسمهم؟ على أسس دينية طائفية، هوقع ما بينهم في الأديان وهوقع ما بينهم في الطوائف. وإن نجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكاؤنا بقدر ما يعتمد على غباء وجهل الطرف الآخر اللي هو إحنا كعرب. ده كان أشهر خطاب ليه من 70 سنة فاتت. أظن كتير مننا ما سمعش الخطاب ده، تقدر تدور عليه وتسمعه. وزي ما نبص حوالينا دلوقتي هنلاقي العراق للأسف اتدمرت، وسوريا اتدمرت، ما عادش غير مصر. وأنا بناشد كل مصري يشوف الفيديو ده. اوعى أبدا تسمح لأي مخلوق خلقه ربنا أيا كان هو مين إن هو يفرق ما بينك وما بين أخوك المصري. إحنا شعب الله المختار، ومصر هي أرض الميعاد. البداية كانت في مصر والنهاية هتبقى في مصر، وإن شاء الله وبعونه هنكون دايما كمصريين إيد واحدة، ومش هنسمح لأي مخلوق إن هو يخرب بلدنا ولا يفرق ما بيني وما بين أخويا المصري أيا كان هو مين.